مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. بيتجدد اللقاء اليومي مع حضراتكم وحلقة جديدة من أصداء الملاعب. آخر الأخبار والمستجدات على الساحة الرياضية المحلية والعالمية من خلال حلقتنا اليوم مع فقرتين حواريتين بنتحدث فيهم في شؤون الرياضة، وتحديدا في حلقتنا النهاردة الحديث عن كرة القدم المصرية، سواء كان على مستوى المنتخب أو على مستوى البطولات الأفريقية أو حتى على مستوى الدوري المصري الممتاز. هيكون ضيفنا الكريم في الجزء الاول من حلقه النهارده استاذ محمود الشيخ رئيس القسم الرياضي بجريده الفجر، وهيكون معانا في الجزء الحواري الثاني كابتن ايمن حسين لاعب الاهلي السابق والمدير الفني السابق لمنتخب السويس. زي ما قلت لحضراتكم يمكن حديثنا عن كره القدم المصريه يطول، وخاصه في مرحله من المراحل الحساسة لمنتخبنا. احنا خلاص يعني بنستعد وبنضع الرتوش الأخيرة استعدادا لكأس العالم اللي بتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك أيضا، وبنتحدث كمان عن يعني كندا، كمان بنتحدث كمان عن مستوى أداء إن شاء الله يكون مميز في ظل الرؤية الجديدة لكابتن حسام حسن مع اختياره لعناصر المنتخب ومع المعطيات اللي يمكن كلنا حسيناها من خلال المباراتين الوديتين مع السعودية ومع إسبانيا أيضا، وفي إطار كمان الاستعداد للودية الثالثة والودية الرابعة من خلال المعسكر الختامي اللي هينطلق في يوم 20 مايو بعد انتهاء الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز في المنافسات على التتويج. هبدأ مع حضراتكم سريعا بآخر الأخبار وأخبار الأهلي، وبيطمئن الجهاز الطبي للأهلي على جاهزية الثلاثي ياسين مرعي، هادي رياض، مروان عثمان أوتاكا لاعبي الأهلي بالمشاركة في مباراة سيراميكا المقبلة في الدوري. وطبعا كان في شكوى من بعض الإصابات البسيطة العضلية من خلال التدريبات اللي فاتت للعيبة، ويمكن عانى هادي من شد بسيط في العضلة الخلفية، واشتكى مروان من كدمة خفيفة في الركبة. الحديث عن انه الجهاز الطبي للاهلي تاكد ان الثلاثي مرعي واوتاكا وهادي رياض هيكونوا جاهزين للتواجد في قائمه مباراه سيراميكا حسب رؤيه الجهاز الفني بقياده الدنماركي ياس ثاروب. فريق الاهلي طبعا زي ما قلت لحضراتكم في استعداده للقاء سيراميكا بكره الثلاث ضمن الجوله الاولى من مرحله التتويج في بطوله الدوري المصري الممتاز. الأسطورة جيمي كاراجر يمكن أسطورة ليفربول السابق كان ليه تصريحات خاصة بلاعبنا الدولي محمد صلاح، وكان بيتكلم عن أنه صنع يعني تاريخ مبهر لمدة 9 مواسم مع ليفربول ومع الدوري الإنجليزي بصفة عامة، والمبهر في مسيرة صلاح أنه حافظ على مستواه، بل بالعكس كان بيتقدم بشكل قوي جدا وقدر أنه يشتغل على مستواه بشكل كبير، واستجابته كانت سريعة. شايف كمان انه رحيل محمد صلاح بعد انتهاء هذا الموسم وهو الموسم الاخير ليه هي خسارة كبيرة للدوري الانجليزي، وانه محمد صلاح بالنسبة لليفربول صعب جدا تعويضه في هذا التوقيت. قال كمان انه بيفضل انه يكون لاعب جديد، مش شرط يكون اسم مشهور او يعني لاعب على مستوى عالمي، ممكن يكون اسم جديد في عالم كرة القدم في نفس مركز لعب محمد صلاح، لكن تكون عنده نفس الموهبة ويكون عنده مستقبل واعد في عمر سني قليل. مكملين مع حضراتكم برضو واحنا بنتكلم على يعني لاعبتنا الدوليين، وبنتكلم على حمزة عبد الكريم اللي كلنا يمكن متابعين اخباره من يعني شهر فبراير القادم، من وقت ما تم الاعلان عن انضمامه لبرشلونة اتلتيك، ويعني التصريحات اللي صدرت من برشلونة اتلتيك او الرديف او فريق الرديف في الحديث عن انه مستقبله واعد وانه متوقع ليه في اي وقت من الاوقات انه ينضم الى برشلونة الفريق الاول. يمكن حمزة عبد الكريم غاب في لقاء فرقته الأخير مع بورايرس، فريق كانت المنافسة فيه شديدة جدا، ولكن النتيجة كانت لصالح برشلونة ب5 أهداف مقابل هدف. ويعني ذكر أنه غيابه عن الخماسية كان بسبب إصابة خفيفة، يعني صدرت التصريحات بطمأنة الجماهير على إصابته لأنها مجرد إجهاد ليس أكثر من ذلك، وأنه قريبا يخضع أيضا للمران الجماعي مرة أخرى بشكل هيكون فيه جاهزية عالية، وهيرجع مرة تانية لمباريات الفريق خلال هذه الفترة.
بننتقل بقى لأخبار نادي الزمالك، وبتستعد بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك للسفر إلى الجزائر الساعة 9 الصبح بكرة إن شاء الله، استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية. المسؤولين في الزمالك طبعا كانوا محددين يوم 7 أبريل هو ميعاد تحرك البعثة والسفر عبر طيران عادي في ظل سياسة ترشيد النفقات اللي بيتبعها النادي خلال الفترة الحالية، وخصوصا انه بتتوفر الرحلات المباشرة للجزائر بوفرة دون اي معوقات خلال الفترة الحالية. مباراة الذهاب طبعا كلنا عارفين هي في 10 ابريل الجاري الساعة 9 مساء على ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر، وبيقام لقاء الاياب يوم 17 من نفس الشهر الساعة 6 مساء على استاد القاهرة الدولي. كمان الاتحاد الافريقي لكرة قدم كاف يمكن اخطر مسؤولي نادي الزمالك بتعيين الجنوب افريقي توم ابونجيل حكم لادارة هذا اللقاء ما بين الفرقتين. بيعاونوا كمان الجنوب افريقي زخيلي ثوسي جرانفيل مساعد اول، وسوريو فاتسوني من لوسوتو مساعد ثاني، بالاضافة الى المالي بوبو تراولي حكم رابع. كمان تم تعيين الجنوب افريقي او الجنوب افريقية اخونا زينث ماكاليما حكم لتقنية الفيديو، وبتعاونها ديانا من زامبيا. كابتن حسن او كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وزي ما قلت لحضراتكم في بدايه حلقتنا في تحديد موعد انطلاق المعسكر المغلق القادم والاخير والثاني لمنتخبنا الوطني في استعدادات كاس العالم اللي هينطلق يوم 20 مايو، خاصه انه بتنتهي المرحله النهائيه للمجموعه الاولى في الدوري والمنافسه على اللقب في التتويج يوم 15 مايو. خلينا نقول انه المعسكر الاخير مع المباراتين الوديتين، عارفين انه المباراة الاخيرة هتكون امام البرازيل، ولكن هيكون في مباراة ودية اخرى لم يتحدد طرفها الثاني بعد، اما الاردن او السودان او البوسنة والهرسك، وفي اطار طبعا تحديد المنتخب اللي هيتم مواجهته في يعني هذا المعسكر. الودية هتكون في استاد العاصمة الادارية الجديدة في القاهرة، ده قبل السفر لأمريكا لمواجهة البرازيل يوم 6 يونيو المقبل. بعثة منتخب الناشئين بتعود من ليبيا اليوم بعد حسم بطاقة التأهل لأمم أفريقيا. بعثة منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة كابتن حسين عبد اللطيف بتعود اليوم للقاهرة قادمة من ليبيا بعد المشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا للناشئين بالمغرب. منتخبات مصر والمغرب والجزائر حسموا بطاقة التأهل للبطولة اللي بتقام في المغرب أواخر الشهر الجاري، ويمكن مصر حسمت بطاقة التأهل بشكل رسمي بعد الجولة الثالثة والفوز على ليبيا بنتيجة 2-1، ومن قبلها الفوز على تونس بهدف نظيف في الجولة الأولى، وبعدها الخسارة من المغرب 1-2 ليحصل الفراعنة على 6 نقاط منحته بطاقة العبور للنهائيات. النهاردة كمان ختام منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهبوط في الدوري بمشاركة 14 فريق، ويمكن بتسعى لتأمين البقاء في المسابقة والابتعاد عن المراكز المؤدية للهبوط إلى دوري المحترفين. بينتظر هبوط 4 أندية مع نهاية الموسم. كهرباء الإسماعيلية اللي بيواجه بتروجيت الساعة 5 مساء على استاد الإسماعيلية وانتهت هذه المباراة. زد أيضا في لقائه مع المقاولون العرب الساعة 8 مساء في استاد القاهرة الدولي. زي ما قلت لحضراتكم المجموعة بتضم 14 فريق بيحتلوا المراكز من الثامن لحد ال21. زد، وادي دجلة، الجونة، البنك الأهلي، بتروجيت، مودرن سبورت، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، غزل المحلة، المقاولين العرب، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، فاركو والإسماعيلي. طبعا هنتناقش في كل هذه التفاصيل سواء كان في
في جدول الدوري وجدول ترتيب الفرق، وايضا في بطوله الكونفدراليه الافريقيه اللي بيمثلنا فيها الزمالك، متبقيا من اصل 4 فرق مصريه يمكن لم تنجح في الاستمرار في الكونفدراليه الافريقيه او دوري الابطال سوى الزمالك في الكونفدراليه الافريقيه. هنتناقش في كل هذه التفصيلات في الاجزاء الحواريه القادمه في حلقتنا النهارده، وهيكون لقائنا الاول اللي هنبداه مع حضراتكم مباشره بعد الفاصل، واستاذ محمود الشيخ رئيس القسم الرياضي بجريده الفجر.